شفتوا نتوما المغاربه يستقبلون في المطار؟ فضيحة صحافة زيكو، وديما فضائح، وديما صحاب لهم راهم ميكرو تروطوار يستقبلوا اللعابة في المطار والفضائح والشوها. شفتوا نتوما المغاربة يستقبلون في المطار؟ مليح هكذا من تبقاو هكذا مرة تشوفوا جيرانكم كيفاش دايرين. شوفوا حتى الاستقبال، شوفوا النجوم من جاو، ابراهيم دياز، ادم ازنو 18 عام، والبزاوز هذو كاملين صغار، الزلزولي 23 عام، كلشي صغير كلشي صغير، ما شاء الله ما شاء الله عليهم، جوج ولا ثلاثة اللي كبار. علاش ما تعلموش منهم وتشوفوا اداء مازنو اللي جابه؟ علاش ما تعلموش لينا بهذا؟ لينا علاش ما تعلموش؟ انا نقول لكم انا صارين احنا في المنتخب كيما هذاك النادي، كيما النادي ديال كيما اتحاد العاصمه ولا الرجاء ولا الوداد عنده ضغوطات، خاصنا نربحوا، ما خاصناش نكونوا نوجدوا ل 2026 و 2000، لا خاصنا غير نربحوا. هكذا راه صايرين في المنتخب، دوك حنا نجريو نجيبوا محرز نجيبوا هذاك نجيبوا هذاك باش نربحوا. ما على من 2026 ما على باليش به. هو كاس افريقيا اصلا ما غاديش نشاركوا فيها ديال المغرب، كاس افريقيا في 25 ما غاديش نشاركوا فيها ديال المغرب. ولكن شوف باش بنادم باش يستحمروا الشعب، شوف كيفاش يديروا. يعني ما خاصنيش نكون بصح نهار الا ما طاحت وخسرت وكذا منا وجراو عليا، نخلي ولدي بابها الكلب هاكليك طايحه ما فيها حتى لعاب. شوه نوليو الطربوسات ديال المنتخبين، المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري عارفين المشاكل اللي راه فيها، الكهول باغيين يربحوا، صار يمكن نادي ما النادي عاود الرئيس راه مسير عليه الجمهور وضغط عليه الجمهور خاصو يربح. هذا هو، هذه تمشي هكذا تمشي عندنا. ما راهش نكونوا ماشي كيما المنتخب المغربي نجبر الاوديسات ديال شيبه طلعوا الاودي زويد، الاودي زويد طلعوا شويه، مشى الاو 23 راهم مشاركين في المنتخب كاين لعابه اخرين ما شاء الله. وتشوف يعني الحركيه والركراكي راه حاصل. يعني نهضروا الحقيقه راه كاين نجوم كثير، والركراكي الله يحسن عونه. يعني نهضروا لا لوجيك، الركراكي الله يحسن عونه. هو الركراكي رانا معاه لانه علاش انا ما عندي، انا علاش قلت لكم الركراكي معاه؟ انا قلت لكم هذه شحال نهار اللي قلت لكم ما تسمعوش في الركراكي وفي القجع، نهار اللي طاحوا عليه في كاس افريقيا قلت لكم اتونسيو تسمعوا في الركراكي. علاش؟ لانه ماشي كيما بيتكوفيتش. شوف الركراكي ولد البلاد وجاب لعابه بزاف، ودركا حاصل ها هو تاع الصحراوي زاد ديال اللي يسمح في النرويج. عندك لعابه اخرين اصاحبي راهم في اوروبا يطردقوا الوزان يربح. ولكن هنا المشكل ديالنا جبت بيتكوفيتش باغي غير يربح، باغي غير النتيجه، ما كانش الاداء، ما يدورش على الاداء، المهم خاصها تدخل في الشبكه. وهذا فرق، وهذا هو المشكل. يعني هذاك مشى يجيب محرز، مشى يجيب غير باش يربح، هذا هو الخطا اللي لو كان يديروه بحال هكذا يكون الشعب يعني ما يجري على الركراكي وتجي نتا رونالدو ولا يبقى يدور لك غير يربح، ما يبقاش يدور لك يكون لك، ونهار اللي تخسر ولا تصرالو شي حاجه ويخرج يخليها خاويه. هذا هو البروبليم. من الركراكي لا، الركراكي خدام ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله نتمنوا له الخير، ونتمنوا المنتخب المغربي ان شاء الله الخير في التصفيات. وخا هي عنده مقابلات وديه هذه حاسبه، يعني مقابلات وديه مقابلات تحضيريه، هاد دو ماتش يعني هاديين، مقابله ديال الكابون مقابله ديال لي سوتو. وعندنا عاود المنتخب، حنا المشكل المنتخب الجزائري اللي عنده مشكل. المقابله ديال غينيا الاستوائيه غتكون نار، لانه هذوك ديجا ربحونا ما خسرناش مع بالماضي ماتش من جينا عندهم لا كوب دافريك ربحونا ب 1-0، وهادو صعاب. وراك شفتوا كي داروا مع تونس ربحتهم ب 1-0 بالكشيف ضربه جزاء. يعني ماشي ساهلين، فريق قوي. وربحوا الكوتيفوار يمكن ب 4-0 الا بقات لي الذاكره مليحه، ضربوا الكوتيفوار في كاس افريقيا اللي فات ب 4-0. يعني فريق مش ساهل.
يعني قادرين يضربونا بواحد ولا زوج ويوليو لك اللور، وعندهم لعبة سراع وقصي حسين. انا مع هاد الكهول اللي جابهم، الله يجيب الخير وصافي. مي تقول لي نجيب عطال انايا كهل، وتجيب لي انايا لا كيقولوا له وكي جا ترضاه، ما بقات حتى حاجه صالحه. هذه من الاخر والله العلي العظيم. نتمنى وان شاء الله باذن الله تسقد، لانه الرياضه في البلاد بيني وبينكم دمروها. مش غير الرياضه، بزاف المجالات خاص ولات بلا بلا بزاف، تصريحات عشوائيه. دخلوا في حيط فلاكا مشاو صحاب درك مشكل. هذا هو أومبا هذا. المنتخب المغربي لكرة القدم سيواجه نظيره الغابوني في مباراة قوية ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا التي ستنظم في المغرب. المباراة ستقام يوم الجمعة القادم في العاصمة الغابونية ليبروفيل في إطار منافسات المجموعة الثانية. المباراة ستكون منقولة حصريا على قنوات بي إن القطرية، إضافة إلى النقل الأرضي على قناة الرياضية المغربية. المنتخب المغربي قدم أداء قويا في الجولتين السابقتين بعد فوزه الساحق على منتخب إفريقيا الوسطى بمجموع 9-0، ويأمل في مواصلة هذه الديناميكية الإيجابية أمام منتخب الغابون. اكتبوا لنا رأيكم من خلال التعليقات.